السلام عليكم. هذا ميساج لك الناس اللي من اول ما جات الغربه، وفهمني بالباهي يا صاحبي باش ما يصيرش فيك اللي صار فيا. ريت على اول ما تجي الغربه اصعب حكايه شنو هي السكن. لازمك تلقى وين تسكن، لا تقولي لا خدمه لا شيء، خاطر يقول انا لا تطوق لا شر لا تطوق لا مجيعه. المهم يا سيدي شنو هو لازمك باش تلقى سكن؟ يا اما باش تلقى دار في النوار، ولا باش تمشي باش تكري مع شكون قديمه هنا فهمتني باش تدفع معاه الباي نتاعك. المهم ما نعرفش برشا ناس، نعرف شويه كعبات قولي خويا السكنه بحذا انسان. اني وطفل الاخر زاد كيما حالتي جايين زوز جدد، لقينا خديمه يا سيدي مشي نسكنوا معاه. باش ما نطولش عليكم برشا في الحديث، الكريم تاع دار ب 400 €، وهي شنو مش دار، هي بيت وصاله فهمتني وهدره تافهه خلاص. حتى كان جات دار تخش علينا فهمتني في حكم تاع سردين. سينا معلم اخويا قال لنا الدار ب 600، كذب علينا او باش نعطيك الاخر باش تفهم الحديث. يا سيدي الشهر الاول الشهر الثاني الشهر الثالث واحنا نخدموا والزوز نرقدوا في الصاله نرقدوا في القاع، وسينا معلم يرقد فهمتني في الجرايه في البيت، وهو راه ما يدفع في حتى فرنكه، ولا يحب لا يقضي حق ماكله لا يحب شنو تحكي معاه يقول لك كان يلاقي دار ومن ومن. مشيت الايام جات الايام يا صاحبي سبحان ربي اللي يخلق عمره ما يضيع. احنا كاكا قاعدين في الدار ومول الدار الحقاني يدقدق الباب طاق طاق طاق، يحل الباب الساعه اللي احنا نسكنوا معاه وجهه فهمتي دخل في ترمته وترمته دخلت في وجهه وضعيته مشيت اصلا خلاص. كي دقدق الدار يا سيدي قال له راك ما خلصنيش في الكريه عندك شهرين. احنا يا صاحبي قلنا كيفاش، احنا غزرت واني قلت له ندفع في الكريه كل ديما باهي ولا. غزر لصاحبي صاحبي كيف كيف قالوا ندفع في الكريه نتاعي. قلنا له بعد من الحديث قلنا له قداش بجاه ربي الكريه نتاع شهرين 1200 كيفاش باش نجيبهم لك؟ قال لي ما تخلصوني يا ما تخرجوا. 1200 منين باش نجيبوهم احنا نخلصوا في القرار؟ قال علاش 1200؟ قال فهمتني الكريه نتاعكم انتم 400 € في الشهر، معناها شهرين ب 800 €. يا معلم طلعنا فايقين اللي الراجل حيشيهونا 6 شهور كامله واحنا نخلصوا له في حق كريه وماكلته، وزيد كمل يا الزبي يسكن في اصبر فهمتني وسيتاسيون واحنا راقدين في القاع. حط مخك ما فماش اصحاب في الغربه صاحبي، حتى اللي يكون منك يحشيهولك.